فكره العربيات السيدان الاربعه باب اللي واخده شكل الكوبيه بقينا بنشوفها كتير الفتره دي، ومش بس السيدان ده كمان الاس يو في بقى في منها عربيات واخده شكل الكوبيه. انما الحقيقه الموضوع ما هواش جديد. مرسيدس اول شركه ابتدعت الفكره دي او فكره الديزاين اللي شبه الكوبيه في العربيات السيدان في السي ال اس سنه 2005، وجت بعديها بفتره قليله قوي العربيه اللي معانا النهارده وهي الباسات السي سي. ده الاخت الروشه شويه او الستايل شويه بتاعت الباسات، هي مبنيه على نفس قاعده العجلات بتاعتها، ولكن في شويه اختلافات في الدايمنشنز او المقاسات بتاعت العربيه الاجماليه، يعني هبقى اقول لكم عليها كمان شويه، ولكن هي نفس قاعده العجلات بتاعت البي 7 باسات بي 7. طيب العربيه دي اول ما ظهرت كانت في سنه 2008، وكان اول العربيه دي اول ما ظهرت هي بنفس الشكل اللي هو الكوبيه السيدان الاربعه باب، فيها شكل الخطوط بتاعت الكوبيه، الروف لاين او الميول بتاع السقف بتاع الكوبيه. استمر الشكل ده من 2008 لحد 2011، بس هنا في دبليو كانت مسميه العربيه دي باسات سي سي. طب ايه اللي حصل بقى؟ ان في 2012 طرحوا الفيس ليفت بتاع العربيه او تحديث منتصف العمر اللي هو معانا دلوقتي، بالمناسبه العربيه دي 2013. هنا بقى كانت التسميه بتاعت العربيه مختلفه شويه، كانت فولكس فاجن سي سي على طول من غير كلمه باسات. ايه الفكره في الموضوع بكل بساطه؟ هو حاجه ماركتنج بحت او تسويقيه بحت، يعني هم كانوا عايزين ان هم يجيبوا سيجمنت جديده في السوق او شريحه ثانيه من العملاء بتوعهم غير اللي بيدوروا على الباسات، حبوا يجيبوا الناس اللي هي بتدور على عربيه لكجريس اكتر او مميزه اكتر، فقالوا ان العربيه دي لوحدها مميزه عن الباسات وسموها سي سي من غير كلمه باسات، بس باختصار يعني. ولو انت سالت نفسك قبل كده زي حالاتي كده هي اشمعنى حرفين سي سي، يعني ليه مش بي مثلا ولا ايه اي حاجه يعني، الحقيقه ان كلمه او حرفين سي سي بيرمزوا للكلمتين ان هم كومفورت كوبيه او عربيه كوبيه مريحه 4 باب، يعني من الاخر فولكس فاجن بتقول لك دي عربيه شكلها كوبيه لكن هي واسعه من جوه وسيدان ومريحه تمشي بيها، مش كوبيه فضيقه يعني. طيب زي ما قلنا الشكل ده او الفيس ليفت ابتدى يظهر من 2012 لحد 2016، وبعد كده في 2017 في دبليو قرروا تاني ان هم غيروا اسم العربيه تماما بقى المره دي، وغيروا شكل العربيه، بقت اسمها الفي دبليو ارتيون، اسم جديد تماما. العربيه دي مش بنشوفها في مصر تقريبا غير بعض التجار اللي جابوها يعني استيراد خاص، لكن حاليا التوكيل مش حاططها في ضمن اللاين اب او العربيات اللي هم بيبيعوها يعني. طيب زي ما قلنا كده العربيه دي مبنيه على نفس قاعده العجلات بتاعه الباسات السي سي اللي هي البي 7، ولكن تعالوا بقى نتكلم عن الابعاد شويه، ان في شويه اختلافات بسيطه جدا. يعني مثلا طول العربيه الاجمالي اطول بحوالي 2.7 سم، عرض العربيه نفسه ازيد بحوالي 3.5 سم برضو، والارتفاع بتاع العربيه من الارض اقل بحوالي 5 سم، الخلوص الارضي بتاع العربيه حوالي 17 سم، ما هواش كتير طبعا، وطبعا ده مفهوم عشان هم عايزين يعملوا عربيه بشكل كوبيه، عربيه شكلها رياضي اكتر وانسيابي اكتر واحلى شويه من العربيه الباسات العاديه. العربيه بتنزل بانظمه تعليق مستقله قدام وورا، ماكفيرسون امامي وخلفي مالتي لينك، تنزل بجنود 17 235 على 45 17 زي ما قلنا، وديسكات فرامل اماميه وخلفيه. طيب موتور العربيه تنزل بموتور 4 اسطوانات 1400 سي سي تي اس اي، بيخرج 160 حصان عند 5500 لفه في الدقيقه، وعزم 240 نيوتن متر من اول 2000 لفه في الدقيقه. ولو تفتكروا تقريبا ده نفس بالظبط قدره الموتور اللي احنا كنا شرحناه في الشيروكو، هتلاقيني حاطط لكم اللينك فوق هنا كده، تقريبا نفس الموتور مع اختلاف بس امتى القوه بتاعت الموتور بتطلع عند انهي ار بي ام، لكن هو 160 حصان برضه و240 نيوتن متر. العربيه دي متوصله بفتيس 7 سرعات الدي اس جي الدراي الدي كيو 200 ايوه اللي بيبوظ، ومنظومه الحركه دي بتقدر تخلي العربيه تسرع من 0 ل 100 في 8 ثواني ونص، وتوصل لسرعه قصوى 222 كم في الساعه.
استهلاك البنزين في العربيه حوالي 6.2 لتر كل 100 كيلو، وتانك البنزين بتاع العربيه 70 لتر. طبعا بما اننا جبنا سيره الفتيس طبعا كل الناس بتسال عليه عشان الدي اس جي، فانا هتكلم عنه شويه بالتفصيل في اخر الفيديو كده، فخليكم متابعين الفيديو. هتكلم عنه في حوالي دقيقه كده ودقيقتين بالكتير، نشرح بالظبط عيوبه ومشاكله ومميزاته برضه، اللي هو ليه مميزات اكيد، فخليكم متابعين الفيديو لحد الاخر. طيب تعالوا كده نبص على العربيه من جنب. باينه قوي خطوط العربيه الكوبيه الانسيابيه، الفرق كتير قوي عن الباسات العاديه. هنلاقي خط السقف نازل قوي مايل قوي وقافل على ورا، طبعا هو اكيد ده جاي على حساب شويه الهيد روم اللي في الكنبه الخلفيه، ولكن هنشوف دلوقتي مساحات جوه برده ان هي تلاقيها مش مقصره كتير قوي، يعني مقصره حاجه بسيطه. في تطعيمات نيكل في كل حته تقريبا زي ما انتم شايفين، عند الشبابيك، حوالين الشبابيك، وتحت عند الباب. خط الكتف اللي هو عند الباب ده جاي من اول الرفرف تقريبا لحد اخر العربيه خالص من ورا، شكله حلو قوي الحقيقه. مرايات العربيه LED. العربيه فيها كومفورت اكسس ل4 ابواب، ايدي كده على طول تفتح من غير ما تدوس على المفتاح او حاجه. العربيه برده فيها سقف بانوراما، هو مش بيرجع لورا طبعا عشان سقف العربيه مايل عشان كوبيه، لكن هو بيطلع لفوق وينزل تحت بس. وده كده شكل العربيه من قدام. طبعا العربيه شكلها جميل جدا من قدام، الكبوت كبير وفي خطين حادين جدا من الجنب يمين وشمال الكبوت مع الشبكه النيكل كروم. العربيه بتيجي بفوانيس باي زينون، وفيها خطوط DRL كده زي ما انتم شايفين، هي بس تلعب شويه في الكاميرا لكن هي في الحقيقه طبعا ثابتين. فيها تحت الفوج لايتس دي فيها كورنر لايتس، يعني تيجي مثلا تلف يمين او شمال في ليتس سي مثلا في اليو تيرن او حاجه بتنور. فيها تطعيمات هنا بالكروم برضو. العربيه فيها حساسات ركنه اماميه وخلفيه برضو، هنشوفها دلوقتي لما نرجع ورا. وده كده شكل شبكه العربيه، طبعا هي بشقار، يعني هو صاحب العربيه حاطط البادج ده، لكن هي طبعا هي اكيد بشقار. وده شكل العربيه من ورا. فوانيسها الحقيقه مميزه جدا، هي ورا بتنزل بفوانيس LED، هي بس برضو تاني بتلعب شويه لكن هي ثابته طبعا على الحقيقه. فتحتين شكمان تحت شكلهم حلوين وراضيين رياضيين كده، في تحت زي شبه ديفيوزر يعني شكله حلو. فيها تطعيمات بالنيكل في الاكسدام. طبعا هي العربيه اكيد ما بتنزلش بالسبويلر ده برضه صاحب العربيه حاطه، لكن يعني مدي شكل جمالي ظريف. طيب شنطه العربيه 532 لتر، جايز مش اكبر حاجه في فئتها، هي اصغر شويه من الباسات العاديه اللي هي 565 لتر، لكن الشنطه الميزه فيها ان هي الحقيقه الاستخدام بتاع المساحات فيها حلو قوي، يعني الشنطه بشكل الى حد ما مربع، مفيش اي حتت داخله وخارجه، هي كلها خطوط مستقيمه، فعمليه التخزين فيها حلوه قوي. وتقدر ان انت تنزل الكراسي بتاعت العربيه بنسبه 40-60 من الزرار ده، يعني ترفعه كده الاثنين بينزلوا. طبعا ده محتاج بس يتزق سنه، لكن هما بينزلوا كلهم يكبروا طبعا مساحه الشنطه بتاعت العربيه. مش متاكد كام بالظبط الحقيقه بعد ما بتنزل الكنبه، ولكن طبعا بتزيد بنسبه كبيره جدا، ممكن توصل اعتقد لحد 600 حاجه او 700 حاجه لتر يعني. العربيه برضو في ازازها او بيبانها فريمليس، ازاز فريمليس كلها، اللي قدام واللي ورا كمان هما بيقفلوا، الازاز طالع لوحده كده يقفل فوق مع العوازل بتاعت الرابر او عوازل الكاوتش. طيب ده شكل كده العربيه من جوه مبدئيا قبل ما ادخلها. فتحه الباب كبيره تقريبا شبه 90 درجه. السقف برضو يعني هو قليل واطي شويه طبعا، يعني فدخول العربيه ممكن ما يكونش سهل لكل الناس الحقيقه، ولكن يعني معقول طبعا. تعالوا كده نبص على خامات الباب او خامات العربيه كلها. هنا سوفت لادر حلو قوي طري جدا، هنا في زي بلاستيك شبه الالومنيوم حلو، هنا برضو تبطين جلد، وهنا برضو الحته بتسند عليها كوعك طريه جدا. الزراير هنا فيها تطعيمات كروم ظريفه. هنا برضو يعني هي بلاستيك انشف شويه، بس الحقيقه مساحه التخزين هنا صغيره جدا، ما تخش ازازه ميه صغيره حتى الحقيقه، لكن هي مبطنه جوه بحيث ان انت عاوز تحط مفاتيح يمكن بقى ولا حاجه يعني. زرار فتح التانك والشنطه. العتبه بتاع العربيه عليه علامه CC. ده شكل الكرسي بتاع العربيه، شكله رياضي وحلو، فيه ما يسمى بالباكيت سيتس، شكله جميل شبه شويه بتاع الشروكو اللي كنا صورناها قبل كده. الكرسي فيه حاجات ظريفه، يعني في مساج في الكرسي اللي هو بتاع السواق بس، هتلاقي الحته دي كده عماله تتحرك تطلع وتنزل وتزغزغك كده، حلو ظريفه يعني. بتطلع وتنزل يدوي، لكن الظهر بيميل بالكهرباء. في تدعيم للقطنيه برضو، وهنا في تبريد في الكرسي، في مروحه بتشغلها من هنا، دي بتنور ازرق، انت عايز بقى تعليها او توطيها زي ما انت عايز، بتروح على طول تلاقي الكرسي بيطلع هواء كده بسيط، حلو قوي في الصيف.
طيب ده كده شكل الطاره بتاعت العربيه. معلش هنشغل التكييف بس عشان هفطس، هحاول اوطيه شويه عشان تسمعوني. شكل طاره العربيه، جلد طري حلو جدا. 3 سبوك، فيها شويه كروم هنا. هنا في مفاتيح النور طبعا فيها اوتو، وهنا اوتو لايت، وهنا طبعا النور بتاع العدادات. هنا سوفت لادر حلو جدا، طري قوي، حلو قوي. نفس الكلام مكمل برده معانا لحد هنا. هنا في نفس التريم اللي كانت في الباب اللي هي شبه الالومنيوم وهي بلاستيك. الحته دي بلاستيك انشف شويه. عندك هنا الجلاف كومبورتمنت كويس، مساحته حلوه، بيفتح بسهوله. برده هنا الماتيريال برده مش احسن حاجه، برده بتخرفش شويه. الحته دي برده نفس الكلام، يعني كل ده بيخرفش شويه. وده يعني مع الوقت بقى هتلاقيه بيطلع طقطقه شويه ومع الشمس والكلام ده، بس يعني ماشي الحال. ده الطبيعي في العربيات يعني عامه، مش دايما بتبقى الخامات في كل حته احسن حاجه. العربيه فيها شويه يعني الومنيوم او بلاستيك شبه الالومنيوم، مش قليل تماما، شكله حلو. الساعه الحلوه بتاعت الانالوج بتاعت السي سي مميزه وجميله جدا. ده نفس الانفوتينمنت سيستم، مش هعيده تاني بقى، ما فيهوش حاجه اصلا يعني، اللي هو زي كان في الشروكو. برده نفس الكلام، ال6.5 بوصه. في شويه حاجات بسيطه يعني لو مشينا كده عليه. الميديا ممكن تشغل بلوتوث اي او اكس، ممكن تحط الفون بتاعك او تسينك التليفون بتاعك هنا، الفون بوك لو شغلتها بالبلوتوث. ده السيت اب بتاع العربيه، الراديو والميديا التليفون وهكذا. ما فيهوش اختراعات يعني، عربيه برده ما هياش جديده قوي. التكييف هنا دول زون، منطقتين يمين وشمال، فيها تسخين للكراسي. وعندك هنا العدادات دي ديجيتال شكلها حلو. وده البكره بتاعت المروحه، ممكن تظبط بقى يمين وشمال لوحدهم لو انت عايز تفصلهم بدل زرار السينك، بحيث ان انت تحرك كل واحده لوحدها. شغلها تاني كده، فبالتالي ان هو يشغل السينك تاني. ده دراع الفتيس، حاطط لك هنا دي اس جي عشان تبقى عارف انت داخل على ايه يعني. هنا عندك الكهرباء، الهاند بريك كهرباء، زرار الاوتو هولد عشان ما تتزحلقش على المطالع والمنازل. تقفل اي اس بي الستارت انجن بتاع العربيه هنا، او ممكن تدوس على المفتاح نفسه. زرار قفل الستاره الخلفيه. وعندك هنا اوتو بارك، ان هي عربيه فيها زرار اوتو بارك عشان هي يعني ممكن تركن لوحدها. هنا في برضو منطقه تخزين صغيره كده، ممكن تحط فيها مثلا الكوينز ولا حاجه. ودي الطفايه بتاعت العربيه او مكان السيجاره يعني، الولاعه. هنا في كاب هولدرز كبار حلوين، بياخدوا ازازه كبيره. يعني مثلا ممكن اجرب لكم حاجه كده، ممكن نجرب كده مثلا. خدت اهي ما شاء الله. مكان تخزين هنا برضو، ممكن تقفل الدرج ده كده. وعندك هنا المسند بتاع العربيه، في برضو منطقه تخزين كويسه حلوه، وفيها مخرج اي او اكس هنا، وبيتحرك كده في مستويات انت عايزها. وده الزرار بتاع الباركينج سنسورز الاماميه والخلفيه. لو عملت كده هو كده هيبتدي ان هو يشغل الباركينج سنسور. لو انت مثلا جبتها على ريفرس هيبتدي بقى، لو انت رجعت هتلاقي دي بتنور، او انت طلعت قدام هتلاقي دي بتنور برضه، لكن هي ما فيهاش كاميرا خلفيه. طيب المينيو بقى اللي في العدادات. طبعا العدادات هنا يعني تيبيكال في دبليو او الشكل التقليدي بتاع في دبليو. هنا في شويه حليات من الكروم. هنا الشاشه دي ملونه، فيها شويه حاجات يعني. ممكن ده مثلا ده زرار كده اللي بيعلي الصوت ويوطيه، وده هنا بيغير المحطه بتاعه الراديو مثلا. ده هنا زرار الفويس كوماند. عندك ده ممكن ناحيه زي ما شفنا بقى في الشروكو كده، برضه بتغير المينيو. ممكن مثلا تجيب التليفون بتاعك، الفون بوك يعني. ممكن تجيب الميديا. هنا بيقول لك انت ممكن تشغل حاجه اسمها درايف اليرت، بحيث ان انت لو ماشي على الطريق مثلا ونمط السواقه بتاعك ابتدى يتغير، والعربيه حاسس ان انت ابتديت تنام، تقول لك لا اركن على جنب واشرب حاجه مثلا. ده الاوبشن بتاع اللي هو الكورنرنج لايت، زي ما شرحنا كده بتاع الفوج لايت، وانت بتلف ينور. يعني شويه الحاجات التقليديه بتاعه في دبليو، ما هواش يعني اختراعات، بس الفرق ان هي هنا شاشه ملونه. برضه العربيه فيها شفتات في الطاره عشان تنقل منها. فيها طبعا كروز كنترول تحت هنا. وبرضو الدريكسيون بتاع العربيه ممكن تحركه، هو تلسكوبيك 4 اتجاهات، بيتحرك من تحت هنا كده، منطقه غريبه شويه. نزقه كده يبتدي يتحرك معاك فوق وتحت وجوه وبره. العربيه فيها مرايه تعتيم ذاتي، وهنا وحده النور الاضاءه بتاعت العربيه. طيب مساحات العربيه من جوه حلوه جدا. انا كده قاعد، انا طولي 180 سم ومرجع الكرسي ده على وضعيه سواقتي انا.
انا عندي مساحه كبيره جدا زي ما قلت لكم. هي العربيه مش معنى ان هي سي سي او كومفورت كوبيه معنى ان هي تبقى ضيقه، بالعكس هي معموله عشان تبقى مريحه وفي نفس الوقت واخده شكل كوبيه. الهيد روم هنا زي ما قلت لكم طبعا هي في شويه تضحيات بقى ان هي شكل كوبيه، بس طبعا انا الهيد روم مش متضايق، ولكن القايم ده جنبي فممكن واحد هو نازل يخبط فيه فلازم يعدي من تحتيه شويه. ولكن هي العربيه يعني لحد ما انا قاعد مستريح، لو انا قاعد وضع طبيعي جدا، حتى لو حد اطول مني سنه فمش هيبقى متضايق خالص. طيب ده كده شكل العربيه من ورا. العربيه واسعه زي ما قلنا، في هنا نفق فتيس بس ممكن يضايق حد شويه لو هو قاعد، ولكن هي تاخد 3 افراد لحد ما يعني مستريحين بالغين، ممكن مش هيتضايقوا ان هو الحته دي ممكن تقعد عليها عادي خالص. هنا في مسند تسند عليه، وده هنا تدوس عليها كده طلع كاب هولدرز. في اماكن تثبيت ايزوفيكس كاسي اطفال، وفي هنا فتحتين تكييف ومخرج 230 فولت، ودي حاجه حلوه جدا على فكره لو انت عايز تشتغل مثلا لابتوب ولا حاجه ممكن تشتغل عادي. وبرده من التفاصيل الظريفه في هنا بالطفايه جنب اليمين بس مش عارف ليه، تحس ان يعني لو واحد قاعد ورا وفي حد بيسوق لقدام فممكن يشرب سجاير ويطفي هنا. لو انا قعدت في النص هبقى مرتاح، يعني انا ممكن قاعد دلوقتي في النص اهو حاطط رجلي في اليمين والشمال، ممكن حد يقعد جنبي يمين وشمال، هيبقى مزنقين شويه، مش مشوار طويل يعني مشوار سفر، بس هيمشي الحال. لكن هي تاخد 3 بالغين عادي مش مستريحين قوي، او 2 بالغين مستريحين جدا جدا، وطفل في النص حتى هيبقى مستريح جدا يعني. طيب خلينا كده بقى نجرب سواقه الباسات سي او السي سي بقى، خلاص احنا عرفنا، واقول لكم ايه رايي. مبدئيا قبل ما نقول اي حاجه نتكلم قوي عن انظمه الامان في العربيه. العربيه دي ملهاش حقيقي ريتنج صريح او تقييم صريح في اليورو انكاب، لان هي ما دخلتش تقريبا اختبارات اليورو انكاب، لكن الباسات العاديه واخده 5 نجوم وكمان برقم عالي حوالي حاجه 80% و90%، مش فاكر بالظبط. فهي نفس مواصفات الامان اللي في الباسات سي سي، فبالتالي تقريبا ممكن نعتبرهم زي بعض في التقييم بتاع اليورو انكاب يعني. ولكن هي اختبارات الامان اليورو انكاب مش موجوده الحقيقه للباسات سي سي بالتحديد. لكن غير كده العربيه بتيجي بتجهيزات امان محترمه الحقيقه. العربيه فيها 6 ايرباجز، الاثنين اللي هم اللي قدام والاثنين اللي في الجناب والكيرتنز او اللي فوق اللي هي عند القوايم. العربيه فيها فرامل طبعا اي بي اس واي بي دي والكترونكس، منظومه بقى اللي هي الثبات الالكتروني الاي اس ار والاي اس سي اللي هو موانع الانزلاق بتاعت العربيه او التحكم الالكتروني في الثبات بتاع العربيه. العربيه فيها حاجه اسمها اي دي ال او الكترونيك ديفرنشال لوك، بحيث ان لو في عجله مثلا من القدامانيه، طبعا العربيه دافعه امامي، فلو في عجله من القدامانيه مثلا فقدت التراكشن او التماسك مع السطح اللي هي عليه، سواء بقى رمل او اسفلت او ايا كان، على طول الفتيس بيحرك العجله الثانيه بحيث ان هي العربيه تفضل متماسكه وتمشي في الطريق على طول. وزي ما قلنا برضه العربيه فيها هيل ستارت اسيست عشان لو العربيه ما تزحلقش منك على المطالع والمنازل. فنقدر نقول ان منظومه الامان في العربيه الحقيقه هايله ومتكامله ومش ناقصها حاجات خالص يعتبر يعني. طيب نيجي بقى للعزل بتاع العربيه. الحقيقه انا لما صوت العربيه دي على طرق سريعه وعديت بيها 120 و130، الحقيقه لا انا عجبني جدا العزل بتاع العربيه. العزل بتاع الهواء كويس جدا، العزل بتاع الكاوتش انت مش سامع صوت كاوتش تقريبا جنبها يعني من بره. صوت الموتور اللي داخل لك قليل وبالقدر اللي انت يعني تحبه وتستحمله، مش مزعج ولا هي عربيه يعني كانها عربيه كهرباء، لا يعني صوت الموتور كويس. فالعزل في العربيه حقيقي ممتاز جدا وانا عجبني جدا في العربيه دي. طيب نيجي بقى لنقطه ثانيه وهي العفشه بتاعت العربيه. هل العفشه دي رياضيه ناشفه؟ طبعا العربيه فيها نص 17، هي بتدبدب سنه بسيطه طبعا مع النقر والحاجات دي، ولكن في المجمل العفشه بتاعت العربيه تميل اكتر ان هي تبقى عفشه مريحه كومفورت. العربيه انا ماشي بيها مش متضايق خالص يعني. التانية برضه معلش عمال بقارن كتير، بس لو رجعتوا للفيديو بتاع الشيروكو لا في فرق شاسع. العربيه التانية ناشفه جدا، طبعها رياضي قوي، هنا الموضوع مختلف شويه. العربيه هنا مريحه، العربيه زي ما قلنا كومفورت كوبيه معمول ان هي تاخدك مشاوير طويله عادي براحه. فلا موضوع الجنط كويس، موضوع العفشه جميله ومتماسكه في نفس الوقت. انت الستيرنج بتاع العربيه يعني دلوقتي انا بحول يمين وشمال ماشي تقريبا على 60، مفيش بادي رول قوي يعني. العربيه متماسكه بشكل كبير، مش متضايق خالص من البادي رول بتاعها نهائي يعني. الستيرنج بتاع العربيه كويس، طبعا الديكسيون بتاع العربيه كهرباء، الباور كهرباء، فمفيش الاحساس الرياضي بتاع ان هو انت حاسس بالطريق وحاسس الفيدباك جايلك من العجل مش قوي بصراحه. لكن العربيه طبعا هي عربيه كومفورت اكتر، ما هياش عربيه مصممه تكون رياضيه بحته يعني. فالباور بتاع العربيه كهرباء مريح خفيف،
وفي نفس الوقت الستيرنج بتاع العربيه ما هواش ميت، ما هواش انت حاسس ان انت بتلف العربيه بس تحس ان في نقط عاميه كده او نقط ميته، لا انت ماشي العربيه توجيهها كويس جدا، ما فيش اي مشاكل فيها. النقطه بس اللي ليا عليها تعليق شويه هي مساحات الرؤيه في العربيه. طبعا اللي مأثر في كده ايه؟ مساحات الرؤيه الحقيقه مش حلوه قوي. ليه بقى؟ قوائم العربيه تخينه شويه، بالكي كده، فانت لو بتلف مثلا ميدان زي ما كنت بعمل دلوقتي او بتلف يو تيرن او حاجه، في جزء كبير من الرؤيه انت مش شايفه كويس. وطبعا الميول بتاع الازاز برده جامد شويه لان العربيه شكلها كوبيه، فمساحات الرؤيه ما هياش افضل حاجه في الفئه دي. طبعا في احسن، يعني ممكن تكون الباسات نفسها احسن شويه، ولكن هو ما هواش عيب يعني في الاخر كارثي يعني. طيب خلينا كده نجرب تجربه تسارع من الثبات ونشوف اداء العربيه وده الفتيس عامل ازاي. جبنا كده 110 تقريبا. الفتيس الاداء بتاعه حلو، العربيه تجميعها حلو طبعا مفيش كلام. العربيه برده 160 حصان 240 نيوتن متر تورك، فالعربيه لا تجميعها حلو طبعا. في شويه بس طبعا نشات في الفتيس كده مع التجميع العالي قوي يعني، ولكن لا تجميع العربيه حلو جدا. تعالوا نجرب كده تجربه تسارع تانية بس المره دي مش من ثبات واحنا ماشيين. تسارع العربيه هايل طبعا الحقيقه. العربيه بتجمع بسرعه جدا، التورك حاضر من بدري قوي من عند 2000 لفه، تورك 240، فلا العربيه طبعا التسارع بتاعها حلو جدا. طيب نقف بقى على جنب ونتكلم شويه عن مثلا قطع غيار وهكذا. يعني قدرت اجيب شويه اسعار قطع غيار مش بطاله، مش كل حاجه بس اللي قدرت اجيبه يعني. هقراهم عشان طبعا مش هحفظهم يعني. عندك مثلا تيل الفرامل الامامي ب 1900 جنيه تقريبا، الخلفي 1280، فلتر زد ب 185 جنيه، فلتر الهواء 255. عندك الديسكات او اللي هي الطنابير الاماميه او الخلفيه اسف ب 1335، اماميه 1785. فلتر الهواء لا اسف فلتر التكييف ب 255 برضو. طبعا الاسعار دي هي دي في السوق، ما هياش في التوكيل، فممكن تختلف بلس او ماينس يعني، ولكن هي دي اسعار اللي في السوق تقريبا يعني. ونيجي لتاني نقطه وهي سعر العربيه نفسه. طبعا العربيه خلاص زي ما قلنا مفيش منها زيرو خلاص، الارتيون دايما لسه التوكيل ما جابهاش او مش هيجيبها ما نعرفش يعني، لكن بنتكلم عن العربيه دي مثلا 2013 لو انت هتدور عليها في السوق المستعمل هتلاقيها في رينج من حوالي 300000 ل 340 في الرينج ده يعني حسب الحاله والكيلومتر وهكذا يعني، لكن هي بتلعب في الرينج ده. طيب نتكلم بقى عن مزايا وعيوب العربيه حسب ما انا شفت يعني في التجربه دي. نبتدي الاول بالمزايا. العربيه طبعا تصميمها حلو جميل مميز، دايما بتشوفها في الشارع تحس ان هي عربيه مميزه وبتاخد العين يعني. واسعه من جوه جدا، فيها اوبشنز حلوه جدا في الفئه السعريه دي وفي فئه العربيات دي. يعني عندك مثلا تسخين وتبريد الكراسي، دي حاجه مش كتيره قوي في العربيات دي في الفئه دي عامه يعني، وبالسعر ده كمان وبالذات الحته بتاعه التبريد الكراسي دي مش موجوده كتير يعني. ماتيريالز محترمه جدا، اداء العربيه حلو قوي، قطع غيار متوفره لان العربيه اصلا بتشارك قطع غيار مع مجموعه في دبليو، قطع غيار ميكانيكيه طبعا يعني بتشاركهم مع مجموعه في دبليو واخواتها يعني الباسات والحاجات الثانيه. منظومه الامان في العربيه حلوه جدا زي ما قلنا 6 اير باجز وكل المواصفات اللي قلناها. فلا حقيقه عربيه فيها كم من المميزات، مش بطال ابدا، وعربيه ثابته، عربيه كويسه في السواقه، العربيه مريحه في المشي، ما هياش بتدبدب، ما هياش تقرفك، تقدر تروح بيها مشاوير طويله وتسافر وتاخد معاك ناس، يعني عربيه عائليه تنفع العيله، عربيه مريحه في المشي. نيجي للعيوب وانا عارف طبعا معظم الناس مستنيه الجزء ده وبتسيبها من الجزء بتاع المميزات. للاسف العربيه فيها عيب هقدر اقول عليه عيب كبير طبعا للاسف، ان هي في كذا مالك من العربيه اشتكوا من حته الموتور بتاع العربيه، ان هو بعد فتره بغض النظر بقى هي كام كيلو، ممكن 50000 100000 200000 150000 ايا كان يعني، بيحصل عطل في الموتور في البساتم او البيستنز بتاع العربيه، فبيضطر ان هو يروح التوكيل يغير له مثلا الجزء ده او يغير له الشورت بلوك كله بتاع العربيه، او ان هو يروح يعملها بره بتكلف لها حوالي 11000 جنيه. فطبعا ده عيب ما هواش قليل. طبعا انت بقى حسب بقى حظك يعني، طبعا مش شرط يكون كل ملاك العربيه حصل معاهم كده، ولكن في بعض الناس حصل معاهم كده، فدي طبعا نقطه تقلق. تاني حاجه موضوع الفتيس.
الفتيس برضه في الريفيو بتاع الشروكه ما اتكلمتش عنه كتير، فدي برضه فرصه ان احنا نتكلم عنه، ان هو نفس الفتيس تقريبا. فتيس العربيه انا يعني قولا واحدا هو مش فتيس اعتمادي من الاخر، هو فتيس بيوجع الدماغ شويه في بعض المشاكل، ليه مميزاته وليه عيوبه. المميزات بتاعته هو يعني فتيس سريع جدا، بياخد الاداء بتاع العربيه في حته ثانيه خالص، في الفئه دي، في الفئه بتاعتها بينقلها حته ثانيه خالص مع فئه ثانيه. ليه؟ ان هو سريع جدا، بيخلي تسارع العربيه عالي جدا وحامي جدا في السواقه وممتع جدا في السواقه الرياضيه لو انت حطيتها كمان على السبورت مود. الناحيه الثانيه بقى المشاكل بتاعته ايه؟ العربيه دي لما ظهرت احنا هنتكلم في عربيه 2013، فهنتكلم في بدايات الدي اس جي في مصر، او يعني من 2009 هو كان ابتدى يظهر طبعا في اول مثلا جيل الشروكو مثلا 2009، ولكن هو ده في عز المشاكل بتاعته. ابتدى بعد كده الفتره اللي بعديها في دبليو ابتدوا يطوروا في منظومه الكلاتشات والميكاترونيك، بقت احسن شويه. مش بقول ان هي بقت ما فيهاش مشاكل او اعطال، لكن ما بقاش مثلا زي زمان ان الطقم الدبرياج او الكلاتشات تبوظ مثلا بعد كل 15000 كيلو ولا 10000 كيلو، لا الموضوع بقى بيزود اكتر من كده بكتير. ولكن ما زال برضو الفتيس هو علامه، يعني دايما هتقعد تسال نفسك هل الفتيس هيعيش معايا ولا لا، وتبقى قلقان منه شويه. فهل هو ده فتيس اعتمادي؟ طبعا صراحه لا، ما هوش فتيس اعتمادي، ولكن لو انت قادر ان انت تجازف شويه على حساب ان انت تاخد سواقه رياضيه حلوه واداء ممتع في النقلات وسريع في النقلات والجري وهكذا، دي حاجه ترجع لك طبعا. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى اكون ان قدرت اوصل صوره للعربيه دي. مفيش ناس كتير اتكلموا عنها الحقيقه في مصر، فاتمنى اكون قدرت اوصل صوره كامله للعربيه قد ما اقدر يعني. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل. ان شاء الله في فيديوز جايه قريب جدا الفتره الجايه دي، في عربيات بتتحضر حاليا، فان شاء الله في كونتنت او فيديوز كتير جايه قريب. فلو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك، ولو في عندكم اي اسئله بخصوص العربيه او اي حاجه تانية يا ريت تسيبوها لي في الكومنتس تحت. وهتلاقوا برده تحت في الديسكربشن اللينك بتاع الفيسبوك بيج بحط عليه برده اخبار العربيات وهكذا، ممكن تبصوا عليه لو عجبكم الكلام ده يعني. وشكرا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.